بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يجعله رمضان مبارك عليكم إن شاء الله. لو أنت حابب إن رمضان يغير حياتك أو يغير حاجة فيك وما يحصلش زي كل سنة رمضان بيتسرق مننا مسافة ما بيجي مسافة ما بيمشي، وده بيحصل معانا كلنا، يعني أنت مش لوحدك. كل سنة بنقول إن أنا عايز أتغير، أنا عايز أبطل عادة معينة، عايز أبطل حاجة فيا أو أغيرها للأحسن. للأسف بتلاقي نفسك الأيام جريت ورمضان عدى ومفيش حاجة اتغيرت، وانت زي ما انت وما استفدتش من الشهر الكريم، لا بعبادات ولا حتى ان انت بحاجة ذاتية جواك كان نفسك تعملها او تغيرها فيك مستغلا في ذلك شهر رمضان الكريم. هقول لك على 4 حاجات في الفيديو ده لو عملتهم او هما مش هتعملهم، يعني حاجات بلاش تعملها في رمضان. لو بطلت تعملها او حاولت ان انت تمسك نفسك عنها هتلاقي نفسك بعد رمضان برضو انت مكمل في ده ومبطل حاجات كانت مضيعة وقتك في حاجات تافهة وحاجات ما تستاهلش وما تستحقش الوقت اللي انت بتضيعه فيه. اهم حاجة عندك هي وقتك لو ضاع ما بيتعوضش. الحاجات اللي في رمضان كلها موجودة بعد رمضان الا وقتك، بيمشي ما بيرجعش تاني. فاحنا هنتكلم في 4 حاجات عدهم معايا. اول حاجة بلاش تعملها في رمضان، بلاش سوشيال ميديا كده وش. بلاش سوشيال في حاجات تافهة وحاجات بتضيع لك وقتك. تقول لي ما انا بسلي صيامي. ما ينفعش حضرتك ان انت تسلي صيامك بحاجة تفسد صيامك. الصيام ليه ضوابط، انت بالسلاوة دي يمكن تكون بتبوظ صيامك وانت مش عارف. فسلي صيامك بحاجة مفيدة ليك وحاجة ما تكونش بتغضب ربنا سبحانه وتعالى وحاجات ما تفسدش عليك صيامك. ممكن يكون السوشيال ميديا هي شغلك، تتواصل مع حد، بتكلم حد، فده انا بقول لك لا عادي. في الشغل يبقى وقت الشغل محدد للشغل، وتعمل الحاجة اللي انت التاسك اللي انت جاي تعملها على السوشيال ميديا وتسيب الموبايل عشان نستغل الوقت اللي انت بتضيعه في تفاهات، معلش سامحني، على السوشيال ميديا. رقم 2 بلاش مسلسلات. رمضان أصبح شهر المسلسلات، شهر اللي بتتنافس في شركات الإنتاج على إنتاج أضخم مسلسلات وأكبر كمية من المسلسلات، 60 و70 مسلسل في بعض السنين. ويمكن السنة دي برضو برغم الأحداث وبرغم الظروف اللي احنا فيها برضو عدد كبير من المسلسلات. تقول لي هعمل ايه؟ طيب ما انا عايز اتابع. مش هتقدر حتى لو انت حبيت ان انت تتابع. قول لي هتسمع ازاي 50 60 مسلسل وهتتفرج عليهم كل يوم؟ هتشوف 60 حلقة؟ اكيد هيفوتك ده وهيفوتك ده، وهتلاقي في الاخر انت مش بتشوف حاجة، بتضيع وقتك وبس. بعد رمضان المسلسلات موجودة، لكن رمضان معلش بعد رمضان المسلسلات موجودة لكن رمضان هو اللي مش موجود. هتستنى تاني 11 شهر عشان يجي عليك الشهر تاني، وهتتمنى ان انت كنت تعمل كده ويجي اللي بعده، وتتمنى ان انت كنت تعمل كده وما تسمعش وما تشوفش وما تتفرجش. وتحاول تستغل شهر رمضان في عبادة وفي تعليم حاجة حتى لنفسك، او تغير حاجة من نفسك، تشوف نفسك حاجة احسن بعد رمضان. انت بتتمنى ده ولكن ده ما بيحصلش. فانت لو عملت ال4 حاجات احنا قلنا، بلاش سوشيال ميديا الا في اضيق الحدود، ضيعش وقتك في سكرولينج على حاجات، انك تدور كده وتعمل تصفح على حاجات تافهه، فيديوهات. هتقول لي ما بشوف عليها حاجات دينيه وبتاع، ماشي، انت ممكن تكون بتشوف مقطع ديني حتى لشيخ والمقطع اللي بعده رقص ولا حاجه، يعني حاجات تغضب ربنا في رمضان وبتفسد عليك صيامك. المسلسلات موجوده بعد رمضان، تقدر كمان ما تشوفهاش حتى بعد رمضان، وهتعرف الريفيوهات الناس بتعملها ايه اللي كان احسن وايه اللي كان اوحش. لو عايز تتفرج بعد رمضان فرصة قدامك اتفرج، لكن رمضان مش هيجي غير بعد سنة. فالمسلسلات موجودة تقدر تشوفها بعد رمضان. حتى انت ممكن تلاقي نفسك بعد رمضان مش عايز تتفرج على المسلسلات، خلاص انت وصلت لمرحلة عايز تكمل في اللي انت وصلت له وانت محافظ عليه حتى بعد رمضان. احنا في بداية الاحداث عملنا مقاطعة لشركات كبيرة فيها اكل وفيها شرب. حضرتك مش مقاطع، لا انت استغنيت عن الحاجات دي. لو انت كنت فعلا كده انت استغنيت، ما بتاكلش وما بتشربش الحاجات اللي انت، فانت استغنيت عنها. فمش بقول لك انك هتستغنى عن المسلسلات، تقول لي لا انا عايز اشوف الكبير، الجزء الجديد هيبقى في ايه. ماشي يا سيدي، موجود بعد رمضان، لو في حاجة ولا 2 حابب تتفرج عليهم ابقى اتفرج، لكن رمضان مش هيتعوض. بلاش سوشيال ميديا، بلاش مسلسلات. رقم 3 بلاش تنافس حد. بلاش تبص ان انت في حد بيعمل وبيسوي، بيختم اكتر من مرة في رمضان وبيحافظ على الصلوات في جماعة وبيعمل اعمال صالحة وصدقات وحاجات كتيرة، وتبص تقول لها انا، هتحبط نفسك ومش هتعمل حاجة، وهتلاقي نفسك ان انت لسه ايه تحت خالص وهو سابقك بكتير وهو طاير وانت لسه في الارض. فبلاش تنافس حد، حاول تكون قريب منه،
يعني تقرب منه وتتعلم منه ويشجعك ويديك حماس على الحاجات البسيطة اللي انت بتعملها. لان الهدف الرابع او الحاجة الرابعة ان انت تحط اهداف معينة قدامك، بلاش عشوائي. دي رقم 4 وهي مرتبطة برقم 3، ان انت ما تنافسش حد وما يكونش عندك عشوائية في ان انت عايز تعمل كل حاجة مرة واحدة. لا، حدد لنفسك اهداف، حاجات بسيطة اعملها، ابدأ بيها بس حافظ عليها وواظب عليها. تلاقي نفسك كل شوية انت بتزود وبتكبر، تعمل حاجات اكتر. لكن لو حبيت تنافس هتحبط نفسك ومش هتعمل حاجة. نافس نفسك. النهاردة انت بتعمل حاجة بسيطة كده، بكرة قول انا عايز ازود عنها، بكرة عايز، مش تبدأ كده ويروح يقل 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 والحماسة تروح وخلاص وكأنك يا ابو زيد ما غزيت ما عملتش اي حاجة. فانت صاحب ناس تقربك من كده. لو مفيش حواليك الصحبة اللي تقربك واللي تشجعك واللي بتكون بتشدك، لان الصاحب ساحب، فانت ممكن تشوف ده على السوشيال ميديا. هنرجع نقول ما تفتحش، لا، في سوشيال ميديا مفيدة وفي حاجات ممكن تنفعك على يوتيوب، في بلاي ليستس وقوائم تشغيل لدورات في رمضان وازاي استغل ايام شهر رمضان في الحاجات دي. طيب انت عندك شغل ولا عندك مذاكرة، تقدر كمان تحط اهدافك مع الشغل والمذاكرة بتاعتك وسط الجدول اللي انت عاملها لشهر رمضان. تقدر تستغل ده في هنا وهنا، ان انت تنظم وقتك بين العبادات وبين الحاجات اللي هتعملها في رمضان، وكمان تحط مع الجدول ده المذاكرة بتاعتك او الشغل بتاعك. هتلاقي نفسك انت في وقت كتير جدا كان ضايع عليك في مسلسلات وفي سوشيال ميديا بتاع، يعني مثلا 4 5 7 ساعات انت استفدت بيهم ما كانوش موجودين في حياتك، وكنت حاسس ان وقتك بيضيع على الفاضي. خليك محدد الهدف، يكون عندك حاجة ثابتة انت عايزها ولو بسيطة. المتابعة للأداء بتاع رمضان، ممكن انت تحط الجدول ده وتتابع انت بتعمل ايه. يعني هل انا نفذت اللي انا عملته، الخطة اللي انا ماشي عليها ماشية كويس، ولا انا بنزل ولا انا بطلع. تلاقي فيه انجاز وفيه احساس كده بالنشوة والسعادة ان انت عملت انجاز في حاجات انت كنت ما بتعملهاش وضايع منك وقت كتير، ولا بتذاكر ولا مركز في حياتك، في السوشيال ميديا مشتتاك في السكرولينج وفي المسلسلات وفي ضيع منك ده كله. لا، هتلاقي نفسك في حاجات فعلا انت اكتسبتها واستفدت منها، وممكن بعد رمضان تكمل ان شاء الله على اللي انت كنت في رمضان باذن الله. وافتكر ان انت مش لوحدك. ما تحاولش ان انت تفكر ان انا لا انا ما اقدرش، في ناس واصله. انت اعمل اللي تقدر عليه، حط لنفسك اهداف بسيطه جدا ومحدده جدا واشتغل عليها. انت نفسك هتزود شويه بشويه. يبقى قلنا بلاش سوشيال ميديا على قدر الامكان، بلاش مسلسلات وما تضيعش نفسك في الدوامه بتاعتها، بلاش عشوائيه، خليك محدد الهدف، كمان بلاش تنافس حد. دول ال4 حاجات اللي ان شاء الله لو عملتهم هتلاقي نفسك سعيد في شهر رمضان، وربنا يتقبل منك وتستفيد حاجة وتقدر تغير من نفسك في حاجة ولو حاجة واحدة بس بعد رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.